للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات النجوم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا البريوش معمر بكريمه ديال الفاني اللي كيجي لذيذ بزاف وكيجي هشيش وبطريقه اللي هي سهله وبسيطه. كنتمنى تعجبكم الحلقه ديال اليوم، والان خليكم مع طريقه التحضير. فبالنسبه للطريقه والمقادير، اول حاجه هنايا كنحتاج عندي هنا الحليب. عندي هنا تقريبا 200 مليلتر ديال الحليب دافي. كنعملو في واحد شويه ديال الخميره المعجونه او الخميره الحبيبات الصغار، وكنخليهم حتى كيذوب ليا الخميره. في واحد الاناء اخر كنوضع 500 غرام ديال الدقيق الابيض، واحد شويه ديال الملحه. هنايا كنضيف واحد السكر فاني، وهنايا عندي 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. فبالنسبه للزبده هنايا عندي تقريبا 60 غرام ديال الزبده طريه. ودابا كنبقى نرمل الدقيق ديالي مع الزبده. هنا من بعد ما خلطت الدقيق مع الزبده مزيان، دابا كنضيف 2 ديال البيضات وكنرجع كنخلط كلشي مزيان. هنا من بعد ما خلطت كلشي مزيان، دابا كنضيف خميره المعجونه من بعد ما دوبتها مع شويه ديال الحليب. وهنايا كنبقى نعجن بالحليب دافي. انا هنايا تقريبا مشات لي 200 مليلتر ديال الحليب مع 500 غرام ديال الدقيق، ودائما كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. دابا غنبقى نخلط في العجينه ديالي مزيان. وهنايا من بعد ما خلطت كلشي مزيان، دابا كنبقى نعجن على هذا الشكل هذا، يعني حتى كتنشف كيف كتشوفوا معايا. فالعجينه كتكون خفيفه، ودابا نبقى نعجن فيها مزيان. انا من بعد ما عجنتها مزيان تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق، دابا كنعملها في واحد الاناء وكنغطيها بلاستيك الغذائي وكنخليها حتى كتخمر مزيان او حتى كيتضاعف الحجم ديالها مزيان. وهنا من بعد ما حربلتها على هذا الشكل هذا وكنخرجوا منها ديك الهواء، دابا كنبدا نقطع على طريفات صغارين كيف كتشوفوا معايا. هنايا كنرجع كنكور كويرات صغارين على هذا الشكل. هنا من بعد ما خليت العجين او كورت العجين وخليته ترتاح شويه، دابا كنبقى نطلق او كنحربل العجين ديالي على هذا الشكل هذا. هنا كنبقى نحربل حتى كنكمل العدد ديال الكويرات ديال العجين اللي عندي كاملين. هنا من بعد ما ساليت، دابا كناخذ العجين ديالي وكنزيد نحربلو رقيق. هنا ملي كنخلي العجين كيرتاح فكيجيني ساهل باش كيتحربل ليا رقيق.
هنا كنبدا نحربل ومن بعد كناخذ القياس اللي انا بغيت. فانا هنايا عملتهم غير صغارين، اذا كان خصكم كبارين فكتخليوهم على الطول اللي انا عملت دابا. انا هنايا نقص منهم على هذا الشكل هذا. ومن بعد كنبدا نضفر العجين ديالي. هنايا كنعملوا 3 وكنضغط عليهم مزيان باش ما كتحلش العجينه. ومن بعد كنبقى نضفر العجين على هذا الشكل هذا على 3. يمكن لكم تضفروها غير على 2 حتى هي كتجي مزيانه. وهنايا كنرجع كنضغط على العجين مزيان باش ملي يخمر لي ما تحلش العجينه، تبقى محافظه على الشكل ديالها. هنايا كناخذ اللاطه من بعد ما عملت فيها الورق ديال الزبده، ولا كيف شفتوا معايا فهي طريقه سهله. فانا غنبقى مستمره حتى نكمل العجين اللي عندي كامل. هنايا من بعد ما ساليت كناخذ الصفر ديال البيض مع شويه ديال الحليب وكنطربو مزيان. ودابا كندهنو مزيان. هنايا كندهنهم قبل ما يخمروا. هنايا كنخليهم حتى كيخمروا مزيان، من بعد كندخلوهم الفران يعني حتى كيطيبوا كيتحمروا. فبالنسبه للكريمه فانا كريمه سبق لي وحضرتها وخليتها حتى بردت مزيان. وسبق لي ايضا حضرت لكم فيديو خاص ان شاء الله نخليكم في اخر الفيديو او في الصندوق ديال الوصف. هاد الكريمه كتجي لذيذه بزاف، مذاق ديال فاني يعني كتصلح لهاد المعجنات بحال هادو. هنا من بعد ما طاب البريوش كنخليوها حتى كيبرد مزيان. وهنايا من بعد كنحلوه وكنعمرو بكريمه ديال فاني اللي هي ايضا كتكون بارده. هنايا غنبقى نعمروهم كاملين. هنا من بعد ما عمرتهم بالكريمه كاملين. بالنسبه للتزيين فانا هنايا قسمت، هنايا 4 غنخدم وغندهنهم شويه ديال الناباج، و4 الثانيين غنعمل لهم السكر كلاصي. وبالنسبه للتزيين دائما كيبقى الاختيار ديالكم، يا اما كتخليوهم هيداك عاديين وهنا من بعد ما ساليت كنقدم بريوش ديالي على هذا الشكل هذا. صراحه كيف كتشوفوا فكيجي رائع في المنظر ديالو، ايضا في المذاق كيجي لذيذ بزاف بالكريمه ديال الفاني. كنتمنى تجربوها، كنتمنى ايضا تكون عجبتكم الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش تشاركوا الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم. والان خليكم على خير، السلام عليكم.
للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا.